معرفة نوع الجنين من أول وأهم الأشياء التي تتشوق المرأة الحامل لمعرفتها، بداية من اليوم الأول للحمل. وبصرف النظر عن رأي طبيب أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية، فهل من الممكن التنبؤ بجنس الطفل؟ هذا ما سنعرفه معا في هذا الفيديو. وقبل تتمة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. هناك بعض العلامات التي يمكنك من خلالها معرفة نوع الجنين، وخاصة إذا كنت حاملا في بنت، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل لأنها تختلف من مرأة إلى أخرى، لكنها في النهاية علامات تقليدية تتبعها العديد من النساء حول العالم. ومن أشهرها الغثيان، وخاصة في الصباح يكون الغثيان شديدا وحادا، وهي تعتبر من علامات نوعا ما نقول علامة أكيدة على الحمل بفتاة. ومن تجربتي أقول بين الاختلاف في الحمل بين بنت وولد، فالغثيان كان في البنت والولد، لكن في البنت كان شديدا كثيرا خاصة في الصباح. ثانيا تقلبات مزاجية شديدة، غالبا ما تتسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل في التقلبات المزاجية، سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى. لكن يعتقد بعض الناس أن النساء اللاتي يحملن الفتيات لديهن مستويات أعلى من هرمون الإستروجين، ونتيجة لذلك يكون مزاجهن متعكر كثيرا. العلامة الثالثة وهي زيادة الوزن بشكل ملحوظ. فالمعتقد أن المرأة التي تحمل بفتاة تكتسب وزنا أكثر من المرأة التي تحمل بصبي. كذلك من أشهر العلامات بالحمل ببنت وهو ارتفاع البطن إلى الأعلى. كذلك البشرة الدهنية والشعر الباهت. لا تتسبب الاضطرابات الهرمونية المقترنة بفترة الحمل تقلبات في المزاج فقط، بل تسبب أيضا تغييرات في مظهر الشعر ومعدل إنتاج الزيوت في البشرة. فإذا كانت البشرة دهنية والشعر أقل لمعانا، فهذا يشير إلى الحمل في بنت. وأخيرا أنه رغم انتشار هذه المعتقدات وهذه التجارب، لكن تبقى ليس لها أساس علمي. قد تصيب بعضها الصواب وقد تصيب بعض الأعراض الخطأ في التشخيص. فمن الممكن الكشف عن جنس الجنين في الأسبوع 20 تقريبا من الحمل، وذلك من خلال الخضوع لفحص سونار، وبالطبع يعتمد على وضعية جنينك التي تسمح بالكشف عن أعضائه التناسلية.